رمضان كريم يا حلوين. عايزه اقول لكم بقى ان انا كل سنه في الميعاد ده كده لازم اروح المكان ده فعلا كنز، فيه كل حاجه برخص التراب. انا بنزل بقى اجيب شويه رفايع كده للبيت وشفاشق وكوبايات بسعر رخيص جدا جدا، والطواجن بقى والحاجات اللي هي البورسلين والصيني والملامين اللي هو الفرز التاني، كل ده هنشوفه مع بعض. عايزه اقول لكم هنا بقى كده كان في تشكيله من الشفاشق اللي هي الرمضانيه، والكان الواحد ب20 جنيه، والكوبايات دي كانت ب15 جنيه. كمان الصواني دي الصينية عاملة 20 جنيه، ودي ب20، ودي 25 جنيه، اللي هما الكام واحدة مع بعض دول ب25 جنيه. أما بقى الطقم ده صينية بالشفشق بالكوبايات ب40 جنيه. أما بقى كل الرفايع المعروضة في حاجات ب15 وفي حاجات ب20، والصينية دي كانت ب20، وده كمان ب20، ده اتنين ب20. في ألوانات كتير منهم زي ما انتوا شايفين كده، وفي كمان ده ب20، وده كمان ب20، وبتاعت المشابك دي ب20، في منها أشكال وألوان. والطبق ده اللي هو الكبير ده ب20 جنيه برضو. وفي بقى ماركات تانية زي الوطنية والهلال والنجمة، دي بقى بأسعار تانية، كل طبق على حسب المقاس. الحاجات اللي هي بتاعت اللي هي الصيني دي اللي هي بواقي فنادق، دي كانت التلاتة ب10 جنيه والأربعة ب10 جنيه على حسب الحالة بتاعتها. ده 3 ب10 والصغير بكام؟ 5 ب10. كام المفرش اللي معاك دلوقتي؟ طب اللي هي بتاعت دي 20 15 صغيره، واللي هي بتاعت الثلاجه دي ما فيهاش الثلاجه 15 جنيه. الفانوس الكبير ده كان عامل 40، والاصغر منه كان عامل بكام ده؟ بقول لك بكام؟ كام؟ 5؟ حلو والله. اللي هو بتاع رمضان اللي هو رمضاني ده كان ب5، ودي لوحدها كانت ب5. في تشكيله برضو كبيره جدا. بوجي وطمطم الواحده ب40 جنيه او ب35 جنيه، حاجه زي كده. بكام الخداديه دي؟ بكام الخداديه الصغيره دي؟ هنا بقى حاجات اللي هي الحاجات الورقيه دي بسعر حلو قوي، الاتنين ب15 جنيه، ودي ب12 جنيه ونص. في حاجات ب15 وفي حاجات ب25 على حسب الحجم والمقاس، ودي تقريبا كانت عامله 25 جنيه. الملامين ده بقى حلو جدا جدا، بس هو فرز تاني، في غلطات بسيطه قوي يعني، بس مش شرخ ولا حاجه هتنقط ولا حاجه هتعمل، بتبقى حاجه كده من القشره كده بس طلقه، عيوب صناعه لكن ما فيهوش اي حاجه. اي حاجه ب5، اي حاجه ب5، اي حاجه ب5. حلوه الاطباق دي للفول في رمضان في الصحون. كام كده؟ 5 جنيه 5 جنيه. وزبده فلاحي وزيت عباد وزيت ذره وزيت بكام ده؟ اسعار نص الثمن. وهنا الاطباق دي بتبدا من 10 جنيه، وفي حاجات ب12 ونص، وفي حاجات كمان ب7 ونص. والزبده الفلاحي وعسل 150 جنيه، ولحمه وعرض خالص وعرض خالص جدا. اما ده بقى بديل السجاد، وكان الكيلو عامل 100 جنيه. اول مره اعرف ان بديل السجاد بينباع بالكيلو. كمان مش عارفه والله، ما سالتش لسه. بكام هنا سالتي؟ بالكيلو؟ دي حلوه دي تجيب 15. حد يصور بكام دي لو سمحت؟ وما عندكش مضرب؟ جيب كام؟ خلي 15. جيب كام؟ 15 ماشي. لازم يبقى فيه هو ما بتخرج. كام ده؟ كام دي؟ انت قلت لي 15 من شويه. 25. الحقي امسكي يا ابني. قلت لي 15. اخلع دي كده، اخلع دي. بكام الفرنشه دي لو سمحت؟ دي 3 ده بكام؟
هنا بقى كل حاجة وليها سعرها، بس أسعار مش هتلاقوها في أي حتة. هنا بقى حاجات مستعملة، لو انت بتدوري على غطا حلة، بتدوري على حاجة معينة، مثلا شفشق للخلاط، طواجن وحاجات بولات للشرب والحاجات دي كلها، حاجات بواقي فنادق هتلاقيها في المكان ده. والطواجن أسعار رخيصة جدا جدا، يعني تقريبا الطاجن عامل 5 جنيه. والمعالق والشوك بتاعت مصر للطيران، المعلقة ب10 جنيه وفي ب15 جنيه. هنا بقى يا بنات الاطباق البورسلين والطواجن البورسلين والبولات اللي بتخش الميكروويف وبتخش الفرن، دي حاجات بقى فرز تاني وبواقي فنادق زي ما بقول لكم، فهتجيبوها رخيصه جدا جدا من هناك. بس اهم حاجه ان انتوا تفصلوا المكان ده او الحته دي عند الجمعيه الزراعيه في المرج القديمه. اسالوا على الجمعيه الزراعيه، الحته دي كلها والشارع ده كله بقى فيه الكلام ده كله اللي انا مصوره ده. هنا الحاجات دي ب5 جنيه والشرابات ب5 والشباشب بتاعت الفنادق اللي بتتلبس في البيت دي ب5، الفوطه دي ب5. كمان كيس المخده عامل 7 جنيه. خامته حلوه جدا، قطن 100%. وفي الملايات اللي معروضه دي برضو مش فاكره هي قالت لي سعرها كام بصراحه، بس في حاجات حلوه قوي وحاجات لقطه زي ما قلت لكم. روحوا كده المكان ده وانتوا بجد هتجيبوا حاجات لقطه، بس اهم حاجه ان انتوا تروحوا من بدري وخلي بالكم من نفسكم، لان الدنيا زحمه جدا جدا في السوق ده، وبيبقى فيه ناس كتير حراميه فما بتعرفوش، يعني ممكن تتسرقوا وانتوا مش واخدين بالكم، فيا ريت نخلي بالنا. المكان ده يا بنات في المرج القديمه، في المرج القديمه موازي يعني شارع السوق ده اللي هو موازي للمترو، مترو الانفاق، يعني جنب سور المترو كده وانت ماشيه لحد عزبه النخل. من المرج القديمه لحد عزبه النخل وانت ماشيه كده على طول ناحيه عزبه النخل كده، الحته دي كلها عند الجمعيه الزراعيه بالظبط. هتلاقوا فيها الحاجات المستعمله دي، في حاجات لقطه هناك، وفي اجهزه كهربائيه كمان مستعمله بتبقى عايزه حاجه، يعني دي القلايه اللاهوائيه اللي بيعلنوا عنها على النت كتير وبارقام خزعبليه، هتلاقيها هناك باسعار رخيصه. لو فيها حاجه بسيطه تقدري تصلحيها. قدرة الفول دي ألمونيا حلوة جدا جدا، هتلاقيها أرخص من بره. مظبوط كده يا ماما. ده بكام الكيلو؟ ده ب60. وده؟ ده ب70 الشمع، ده ب55 الصغير. وده 55 برضه؟ 55. الغسيل ب5 جنيه. واحدة ب5؟ بتغسل الشرابات وبتغسل المواعين وبتغسل هدوم الدفء. وصل المعجون بتاعها، وعندي معجون بس ب5 ب10. 5 ب10. وصلاحيته لسه ساريه، خلي بالك، انتهاء 25. انتهاء 25 لسه. ده بكام بقى البرطمان؟ برشم ال3 ب10، مبرشم برشامه الشركه ال3 ب10. حلو والله. ده اي عسل؟ حته ب35. لا دي مربى لارنج. ده شامبو؟ مفيش اي حاجه بحطها على الفرش عندي، ممكن تشحتها من الصابونه ب10 جنيه. ده بكام بقى ده؟ الاربعه ب40. ده بكام؟ 3 ب10 هنا. في كريم للجسم وفي لوشن وفي غسول للجسم وفي شامبو، في كل حاجه هنا في الثلاجه. 3 ب10 زي الفل. اما بقى بالنسبه لقماش الخياميه، لو عايزين قماش خياميه جميع الالوانات في نفس المكان اللي انا وصفته لكم كده في المرج، هتعدوا بس السلم الناحيه التانية وانتوا ماشيين، بس هتعدوا السلم الناحيه التانية هتلاقوا بنوته كده قاعده بالقماش ده بتبيعه باسعار حلوه جدا جدا.